بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة مع بعض ان شاء الله نعملهم شوية بامية خضر بإذنك يا رب باللحمة، ان شاء الله ينولوا اعجابكم. وقبل ما تتفرجوا على الفيديو كده تخشوا تحطوا لي اللايك وتشتركوا لي في القناة، وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. انا بنعمل البامية ازاي؟ انا بنحط هنا معلقتين 3 سمنة، معلقتين 3 سمنة، بنزل بفصين 3 توم. تمام يا حبايبي، وما بيصفرش، يا دوبك بتشمي ريحة التوم تنزلي بقى ايه ببصلايه وسط كده ايه، تشوحيها مع التوم وشمي بقى احلى ريحه. بجد يا بنات شويه باميه كانوا تحفه، بجد انا كان نفسي فيها وولادي ما بياكلوهاش. وللامانه كنت عامله لهم شوربه وملوخيه جنب الاكل، راحوا سايبين الملوخيه وكلوا معايا الباميه من طعمتها وحلاوتها، كانت حكايه حكايه وكان طعمها تحفه. انا هنا نزلت مع رشه ملح عشان البصله بتاعتي تنزل ميتها وتدبل ايه بسرعه. هتشوح شويه لغايه لما البصله بتاعتي تطرى كده وتدبل، ونيجوا نازلين باللحمه بتاعتنا. يبقى انا نزلت بمعلقتين 3 سمنه، حطيت فصين 3 توم، شميت ريحتهم، نزلت بالبصل بنشوحه لغايه لما يدبل، وبعد كده ننزلوا بقى باللحمه ايه ونشوحوهم مع بعض. احلى طريقه هتاكلي في بيها الباميه يا بنات، جميله. بصوا اهي، انزلي بقى بكميه اللحمه اللي معاكي. انا كنت عامله على قدي وعلى قد جوزي، بس ولادي بجد عجبهم طعمهم وما شاء الله اعجبوا بيها جدا، مع انهم ما كانوش بيحبوها، بس والله بالامانه كانت حكايه. هنا بقى هتني بقى تشوحي في اللحمه والبصل بتوعك والثومه لغايه لما البصله بتاعتك تحمر واللحمه كده تكرمل ويخش على اللون البني كده ايه يتقلوا كويس. تنزلي بقى بالطماطم. بصوا اهم حاجه ان انت تشوحي لغايه لما هتشوفوا دلوقتي. بصوا انا تنيت نشوح فيهم لغايه لما اللحمه بتاعتي احمرت، البصله بتاعتي بصوا خدت لون جميل اهو. اللحمه سبحان الله لما بتتحمر بتبقى ايه، بتتكرمل كده ايه على البوتاجاز، بتبقى جميله وبتدي طعم بقى للطبيخ تحفه يا بنات، والله العظيم بجد بتبقى تحفه. هنا بقى انا معايا طماطم عصراها في الخلاط ومصفياها. لا انا بحب اصفي الطماطم، ما بتحبيش براحتك. هنا بقى اهو حطيت الطماطم على على اللحمه والبصل والثوم. انا بنتبل الخضار بتاعي الباميه بتاعتي بشويه فلفل اسمر فقط لا غير، ملح وفلفل. بتحسي باحلى يعني بتاكلي احلى طبق باميه، والله بيبقى حكايه حكايه حكايه. هنا بقى بص هسيبها بقى، هغطي عليها وهسيبها تتسبك لغايه لما الدهان بتاعها ينطر على الوش كده. هنا بسم الله ما شاء الله التسبيكه بتاعتي اتسبكت واتخدعت تمام تمام تمام. الطماطم بتاعتي بصي كل الميه بتاعتها اتبخرت ونشفت، وهو ده المطلوب عشان تاكلي احلى واطعم طبق ايه باميه. جربوها يا بنات بطريقتي، ريحه وطعم حكايه. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله الباميه بتاعتنا صغننه وخضره وجميله ومتقمعه وتحفه يا بنات. هدي بس الباميه بتاعتي تشويحتين كده 3 في قلب التسبيكه دي عشان تطعم قبل ما انزل عليها بالايه بالميه بتاعتها. من زي بيعمل الباميه بالطريقه دي بتبقى جميله يا بنات وخفيفه وجميله، تاكلي منها ما تشبعيش. وبجد بجد ولادي النهارده فاجئوني ان هم حبوها، لان فعلا ابني الكبير ما كانش عايزها وكان عايز بسله، بس انا فعلا كان نفسي فيها وقلت له ما تاكلهاش كل ملوخيه. هنا بقى نزلت بحوالي كوبايه ونص ميه. ماشي يا حبايبي. هنا اول ما الميه بتاعتي ترجع تغلي مع الصلصه وكده، بتوسطني نارك وتسيبيها بقى تستوي على نار هاديه. اللحمه هتستوي والباميه هتستوي وهتبقى جميله. طب لو عايزه احطها في طاجن، في التوقيت ده انزلي بيها بطاجن يكون انت حاطاه في الفرن تسخن كويس، وانزلي بقى بيها بالباميه بتاعتك واللحمه والدمعه كده، ودخليها كمل طيابها في الفرن. اما انا هنا عاملاها عادي على البوتاجاز من فوق. قرن الشطه بقى ده بيديها طعم وبيفتح ريحتها ويخليها جميله جدا. هنا بقى هسيبها واغطيها واسيبها تستوي كده على نار هاديه كده، تاخد وتدي هي والايه واللحمه مع بعض. عبال الباميه بتستوي هعمل ايه شويه رز ايه للعيال. هنا معايا شويه سمنه ايه بقري كده حلوين. السمنه دي يا بنات ريحتها تحفه. هنزل عليهم ايه معلقتين 3 سمنه، هنزل عليهم بكيلو رز بمعلقه ملح كبيره، والميه بتاعتي يا دوبك ايه عقله صباعه، تغطي الرز بعقله صباعه. طبعا الرز كلنا بنعرفه نعمله يا بنات.
بس هي الباميه حلاوتها ان هي تتاكل بعيش، وحمرت جنبيها بتنجان. هي حلاوتها تتاكل بعيش، بس انا حبيت اعمل رز عشان انا قلت لكم عامله لاولادي شوربه وملوخيه، عشان انا كنت خايفه ان هم ما ياكلوش الباميه. تمام. هنا بقى حد اتني اشوح في الرز كده في لغايه في الماده مع السمنه لغايه لما الرز يتشرب من السمنه بتاعته، وهنزل بالميه بتاعتي. طب هو في فرق لو نزلت بميه ساقعه او سخنه؟ لا مفيش. عايزه تنزلي بميه سخنه انزلي، عايزه تنزلي بميه ساقعه ما بتفرقش. هو اهم حاجه بس الرز بتاعك يتشرب الميه بتاعته. بعد ما بيتشرب ميته بتوطي بقى عليه شمعه وتسيبيه يستوى على نار هاديه. بصوا لون السمنه في الرز جميل يا بنات. انا هنا بصوا شوحت الرز جامد لغايه لما حسيت ان هو خلاص. بصوا تحت مني كده بقى ده يخرفش كده تحت مني. تاخدي حبايه الرز بتاعتك مفلفله كده وبتبقى جميله. هنا بقى هنزل بالميه، قلت لكم ما تفرقش ساقعه او سخنه. اهم حاجه ان الرز بتاعك يتشرب الميه قبل ما توطي عليه. هنا بقى اديله تقليبه عشان الملح وكله يدوب بقى مع بعض. هنا بقى بسم الله ما شاء الله. بصوا الباميه بتاعتي حكايه حكايه حكايه. هنا قبل ما اطفي عليها بحبه دقت لها يعني فصين 3 توم مع قرن شطه، وغطيها بقى وشمي احلى ريحه. بصوا بقى الباميه بسم الله ما شاء الله. في يا بنات، في ناس في بلاد انا منهم آه بيحبوا يعملوا تقليه للباميه في الاخر، اللي هي تومه وكزبره خضراء يقلوا لها ويطشوها بيها براحتك. اما انا صراحه كنت بعملها كده، بس انا دخلت لقيت حماتي الله يرحمها بتعملها بالطريقه دي، عجبتني جدا جدا جدا، وحسيت ان هي خفيفه وجميله. وحبيت الطريقه دي اكتر من هي بتقللها بالكزبره والثوم. هنا بقى بقول لكم الملوخيه بتاعت ولادي همت، وعملت لهم الرز بسم الله ما شاء الله كان مفلفل وجميل، وقالت كمان بتنجان وفلفل. واللحمه بتاعتي ما شاء الله كانت دايبه في الباميه كده وجميله. ولو عجبكم بقى الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد، ومع السلامه.